ازاي ممكن تخسر مليون درهم وانت مش حاسس؟ واحده من الكلينكس الكبيره اللي احنا شغالين معاها في دبي كانوا بيعملوا مبيعات بحوالي 4 ل 5 مليون درهم في السنه، ومش عارفين يزودوا الرقم ده عن كده بقالهم كام سنه، وكانوا فاكرين ان هم مش قادرين يكسروا الرقم ده بسبب مشاكل في الماركتنج، فهم لازم يغيروا الايجنسي اللي ماسكه لهم الشغل ويجيبوا ايجنسي ثانيه. وهنا جه دور لما بنشتغل مع اي حد بنشترط ان احنا لازم نكون لينا اوفر فيو على كل حاجه بتحصل في المكان ده عشان نعرف اصل المشكله الحقيقي فين. اتفاجئنا ان الشخص اللي بيرد على الدي امز بتاعت انستجرام بتاعت البيشنتس المهتمين بيتاخر جدا في الرد، ممكن يرد بعد 3 4 ساعات، ممكن يرد تاني يوم. دورنا سالنا مين يا جماعه الشخص ده، طلع دي الريسبشنست او الفرونت ديسك اللي بتقابل البيشنتس في العياده، فهي اصلا مش فاضيه ان هي ترد على الناس دي، فلما بتلاقي العياده فاضيه بتشيك كده الانستجرام وبترد على الناس. فطبعا دي كانت اول مشكله، لان سرعه الرد على الليدز تقدر ترفع المبيعات بتاعتك لضعفين او 3 اضعاف، فخلينا حد تاني هو اللي يرد على رسائل يكون متفرغ للشغلانه دي بس. بعدها رحنا عاملين حاجه اسمها ميستري شوبينج، ان خلينا حد تبعنا يتواصل مع الكول سنتر بتاعت العياده دي كانه حد مهتم وعاوز يجي يكشف عندهم، وسجلنا المكالمه دي. فاجئنا بقى ان البنت اللي بترد ككول سنتر عندها الانرجي ضايعه. هلو جود ايفنينج هاو ار يو هاو كان اي هيلب يو، تقريبا فاقده الشغف في الحياه وفي الشغل وفي كل حاجه. فانا كحد عيان عيط اكتر لو كلمتها همرض. فرحنا مبلغين بالمشكله دي وقلنا ان احنا محتاجين حد تاني هو اللي يرد على المكالمات بتاعه الناس، لان الوضع كده يعني مفيش امل منه. وبالفعل في حد تاني هو اللي بدا يرد على المكالمات بتاعه الناس. فلما الحاجتين دول ظبطوا المبيعات زادت بشكل ملحوظ من غير ما نرفع البادجت بتاعه الاعلانات. هل نكتفي بالكلام ده؟ لا، ما بنكتفيش. قررنا ان احنا نشرف على بقيه السايكل اللي بيحصل من ساعه بقى ما البيشنت بيوصل للعياده لحد ما بيمشي. اتفاجئنا برده بايه؟ ان الفلور كله بتاع الكلينيك مفيش فيه اي حد متخصص في الحته بتاعه السيلز، ودي تيبيكلي لازم يكون دكتور فاهم جدا في الشغل بتاع الكلينيك وبيريكومند على البيشنت تريتمنتس معينه بيزد اون الاحتياج بتاعه، وبيعمل ابسيلنج. فلو الكلينيك مثلا بتعمل شغل اسنان وشغل تجميلي، في واحده جت تعالج اسنانها بس اكتشفت ان وشها فيه اثار حبوب كتير قوي وانت عندك تريتمنت ليها، فبتبدا انك انت تعرفها حاجه زي كده بطريقه شيك. طبعا مش انت وشك شكله زي الزفت، تقول لها ان انت اثار الحبوب دي كتير جدا من الناس بتعاني منها واحنا عندنا تريتمنت مخصوصه ليها، فانت لو حابه تريزيرفي اسيشن معانا هتكون ديسكاونتد عشان انت اوريدي لويال كاستمر للمكان. بس فعلا لازم تكون الحاجه اللي بتريكومند ليها يكون عند البيشنت احتياج حقيقي ليها، فساعتها احتماليه الكونفرجن او احتماليه ان الشخص ده يشتري منك مرتين وثلاثه واربعه بتزيد. في الاخر بدل ما البيشنت ده هيجي عندك ويصرف 3 أو 5000، لا هو ممكن يصرف في السنه 20 و30000. فالحاجات دي لما بتتظبط بتلاقي ان انت بسهوله تقدر ترفع المبيعات بتاعتك بمئات الالاف او بالملايين. فلو انت عاوز تضاعف الريفينيو بتاعك في 2025 يبقى ما قصدكش غير حل واحد، انك تخش على اللينك اللي في البايو عندنا وهتملى حبه بيانات عن شركتك وتسكادجول ميتنج معانا، والباقي سيبه علينا. انا كريم حنفي، سلام.